السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية دايما يا رب. على طول وحشتوني والله كتير. معلش فيديوهاتي جاية متأخرة شوية. كده بقى يا حبايب قلبي، النهاردة احنا كان عندنا طبيخ وكده. هنا معايا حلة فيها مية سخنة وفيها بصلاية، النص بصلاية وقرن فلفل وحباية طماطم او نص حباية طماطم. طبعا اللي بتحط الفراخ دي حماد شايفين ما شاء الله الفراخ بيضة ازاي. طبعا كنا غسلينها ونقعينها في محلول مكون من الدقيق والملح والليمون. حابة تضيفي خل، حابة مش حابة براحتك. هنا بقى هنعمل كوسة وبطاطس. هي هنا الطماطم دي ما شاء الله، طبعا الطماطم غالية الايام دي. الطماطم دي كانت ب10 جنيه. هنا طبعا تضرب او هتعمل الطماطم في الخلاط وبعد كده هتصفيها. طبعا انا الحركة بتاعت ايدي لسه مش قوي برضو، فاللي هو مش عارفة اتمكن قوي، فهي لسه يعني اللي بتقف في المطبخ وكده، اللي هي عمتي او حماتي، يعني اللي متابعيني في الفيديوهات عارفين. هنا هي تصفي الطماطم وانا هحاول اقشر البطاطس. طبعا انا كده مسرعة الفيديو، بس انا بعملها ببطء جدا على فكرة، بس انا مسرعة الفيديو. هما بس حبيتين بطاطس، يعني احنا عاملين ده حبايب قلبي، عاملين عشان في اللي ما بيحبش الكوسة وفي اللي ما بياكلش. يعني طبعا اي حد بياكل البطاطس، بس عندنا جزء ما بيحبش الكوسة. فهو بصراحة جوزي وولادي الاتنين، فعملت لهم حبيتين البطاطس دول والله رقد. يعني هما جا طبقين رقد لتاني يوم. هنا كده خلاص انا البطاطس بخرطها. بقول لكم ان البصلايه السليمه دي للكوسه، والنص اللي انتوا شفتوه باقي البصله اللي حطيتها للفرخه. طبعا البصل غالي، يعني لازم نحرص ونحط حاجه على القد. طبعا مش بخل ولا حاجه، بس هو لازم يعني الايام دي عاوز توفير وعاوز التدبير في كل حاجه. هنا طبعا قشر الكوسه. في ناس بتقشرها بالسكينه وفي ناس بتعملها زي ما انا بعملها كده. طبعا الطريقة اللي بتعجبكم واللي انتوا بتفضلوها هتعملوها. هنا طبعا عبال ما انا ما اجهز الكوسة، هي تكون خرطت البصل في الحلتين دول للكوسة والبطاطس. ربنا يرحمنا يا جماعة برحمته والله. الواحد يعني الاسعار خلاص خلت الناس بصراحة، الناس تعبت والله بأمانة. الله المستعان ويعين الناس كلها يا رب على اكل عيشة ويقويها ويرزق الناس كلها وما يحرمش حد ابدا. المهم هنا كده خلاص خلصت الكوسة زي ما انتوا شايفينها وخرطها. انتوا لو تلاحظوا انا ايدي الشمال اللي بحرك بها كل حاجة، لكن اليمين جنبية ما اقدرش ان انا افرطها يعني. الحمد لله، يعني نحمد ربنا والله. ايدينا دي نعمة كبيرة قوي قوي، فيا رب يديمها نعمة على الناس كلها يا رب، على يعني أمة محمد كلها. هنا كده خلاص أنا خلصت اهو. وتعالوا بقى هنا بينا على البوتاجاز. هنا البصلة طبعا حلة الصغنونة دي للبطاطس والتانية للكوسة. زي ما انتم شايفين كده نزلت بالسمنة على البصل. هقلب بقى البصل لغاية ما يتشوح، وهنزل زي ما انتم شايفين كده. انا بحب انزل في التقلية بربع معلقة من الكمون. عفوا. معلش بقى مش مركزة. الكزبرة. وادي البصلة التانية برضو بدأت اللي هي تصفر، ونزلت عليها برضو بالكزبرة، وهحط لها الصلصة كده. خلاص حطيت الصلصة هنا وهنا. وادي الفراخ معانا اهي استوت، فاضلها حاجة بسيطة. هنزل بقى هنا خلاص بعد ما التقلية اتسبكت زي ما انتوا شايفين. كنت حطيت فيها عشان بس مش عارفة هي ما جاتش في التصوير، في الحلة الصغيرة بتاعة البطاطس نص معلقة من السكر، وفي الكوسة معلقة من السكر. طبعا هنزل بقى بالكوسة او البطاطس. هروح حتى بقى معاهم الملح، عشان انا يا جماعة ما بحطش الملح الا لما الطبيخ اما التقلية اتأكد ان هي خلاص
جاهزة ان انا انزل فيها بالخضار او البطاطس. اهو هنا زي ما انتم شايفين كده حطيت الملح. لا بقى، لان الملح لو حطيتيه في اول التقلية يعني بيخليها جهرة شوية، او اللي هو لونها مش احمر زي ما انتم شايفينها كده. انا ولا ضايفة اي حاجة ولا حاطة اي حاجة للطماطم. زي ما انتم شايفين ما شاء الله لونها جميل كده وشكلها زي ما انتم شايفينها. ومعلقة السكر دي، اللي متابعني من اول ما فتحت القناة، وانا اساسي عندي لازما السكر في التقلية عشان يعادل الحموضة بتاعة الطماطم. وبعدين بيدي تسكيرة حلوة قوي للطبيخ على فكرة، اللي هي معلقة السكر دي. هنا بقى دي خلاص الفراخ كانت بوريها لكم ان هي استوت. هركنها على جنب، هنشيلها خالص من مكانها. وهنا بقى كان لسه بدري على المغرب. احنا بصراحة بنتعشى اذان المغرب بالظبط، عشان عندنا 2 في البيت بيبقوا صايمين على طول، حماتي وحماية يعني. هنا بقى كنت طافية عليهم واستنيت، كان فاضل ساعتين على المغرب. واول ما لقيت ان خلاص المغرب قرب يأذن، انا هنا كنت بقلب بايدي الشمال. هي دلوقتي هتيجي تقلب لسه برضه انا اللي بقلب دلوقتي. هتيجي بقى دلوقتي حماتي هي اللي هتقلب. الحلة دي فيها السمنة، ونزلنا عليها بربع من الشعرية. شايفين لونها ما شاء الله بقى دايب ازاي. هنزل بقى عليها بالرز زي ما انتوا شايفين كده. هي كده بتصفي الرز وحطته اهو، وهتدي لها تشويحه كده حلوه الرز مع الشعريه، لغايه ما الرز ده تبقى منطوره كده او مفلفله زي ما بتقولوا. الحمد لله يا رب، يا رب الحمد لله يا رب، دي نعمه على الناس كلها. هنا خلاص ما شاء الله شايفين الشوربه ما شاء الله، عارفه يعني بألف هنا يا رب عامله ازاي. طبعا حبايب قلبي ما تنسانيش باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. واللي كمل معايا الفيديو لحد هنا يحط اللايك. هنا بقى حطينا الشوربه زي ما حطينا للرز، حطينا برضو للطبيخ البطاطس والكوسه. وهنا الرز زي ما انتم شايفين كده بنقلبه. انا هنا الرز اول ما بيبدأ اللي هو يتشرب الشوربه بديله قلبه، وبعد كده بغطيه. خلاص بقى مفيش شوربه على كده بديله قلبه خفيفه كمان. هي هنا كان في بعض الشعرية لونها احمر منها، فكانت بتحوشها يعني. طبعا انتوا عارفين الناس الكبيرة وكده كتر خيرهم ان هم بيعملوا حاجة يعني. هنا خلاص الرز كان خلاص يعتبر كان ناقصه 5 دقايق كده، حاجة بسيطة في السوا. فهنغطيه بقى وهنسيبه. هنا كده خلاص الاكل جاهز اهو معانا، وهنغرف بقى دلوقتي ونوريكم. ويا ريت ما تنسونيش باللايك وتفعيل الجرس. هنا بقى زي ما انتم شايفين ما شاء الله الله اكبر البطاطس عامله ازاي. وادي معانا الرز بشعريه والكوسه والفراخ. طبعا احنا ما حمرناهاش او ما عملتهاش في الفرن، بس المره اللي بعديها ان شاء الله هتبقى في الفرن. يعني احنا بنعمل كده وكده لان بصراحه الجو مع السلامه يا حبايب قلبي. يا رب الفيديو